السلام عليكم راقيات الفنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم في هذا الفيديو نتوما باحسن الاحوال، نتوما وعائلاتكم وحبابكم وكل ما عزيز عليكم باذن الله. طمنوني عليكم، كيفاش عاملين؟ كيفاش اموراتكم؟ مزيانه بخير؟ نتمنى يا ربي تكون كل شيء يكون هو هذاك باذن الله. جيت في هذا الفيديو نشارك معكم التقاديه ديال اللحوم ان شاء الله، والطريقه ديالي كيفاش كنقسمها، كيفاش كنتولها ونعدلها باش كندوز بها الشهر ديالي، وكذلك مع دخول شهر رمضان باذن الله نتولو باش عاوتاني كنعوضوا الامورات ديالنا. مع حنا للعلم غادي رمضان غادي يكون 17 ولا 18 في الشهر، اذا يعني غنكونوا عاوتاني علينا نتخلصوا في الشهر الثاني باذن الله. يعني هادشي هذا اللي هنايا ماشي كامل ديال رمضان، اكيد هذا ديال الشهر. انا هادشي عندي معتمد كل شهر، هذه هي الطريقه ديالي في التنظيم ديال التقضيه ديالي. يعني انا هنايا ما عنديش غير بالنسبه لرمضان، هانتوما عارفين هذه التقضيه ديال الشهر فبراير. يعني كيفاش غادي ننظم اموراتي، واكيد في يعني كيفاش عاود نستقبل حتى رمضان بها ان شاء الله، حيت جاتنا الخلصه هذا الشهر بين وبين، يعني بين غادي تكون بين رمضان، يعني في الاول د رمضان هو تقريبا اخر الشهر ديالنا، لهذا ضروري خصني نحيد بعض الحاجات اللي غادي يكونوا ان شاء الله باش نستقبل بهم سيدنا رمضان يا ربي الحبيب تلحقنا به لا فاقدين ولا مفقودين. وحاجات اخرين هذوك شي حاجه اللي ضروري كل شهر كنشريو التقضيه ديالي كل شهر ديال اللحوم، كنتولها نغسلها كيف ما قلت لكم في الفيديو، كنوقف وقفه وحده وكنجلس. هاد التقضيه البارح خرجت تقديت كلشي، يعني باش تكونوا عارفين التقضيه د الهري وداكشي اللي صورت معكم في فيديو د البارح، هادشي كامل خرجت في مره باش ما كنبقاش داخله خارجه نتاخر داو ساعه، كنتاخر كلشي في مره، وكانت نوقف نهار واحد اولا يومين وكنرتاح في مره وكنعطي الراحه لجنابي. يعني نتمنى ان شاء الله تفهموا الطريقه كيفاش كنعملها. صافي هنايا جبت اول حاجه، جبت الدجاج. دابا حنايا عندنا هنايا في مسنانه 15 درهم و50، كاين اللي عامل له 16 درهم، كاين اللي عامل له 14 دراهم، كل واحد وشحال. انا صراحه مشيت عند واحد عامل له 14. اش غادي نقول لكم، ما قدرتش البنات نشري من عنده الدجاج، ريحته خانزه الله يسمح لي، عزكم الله. يعني الرزق ديال الله، ولكن التنظيف كيكون شي حاجه اللي هي ضروريه باش تبيع. وواحد كيبيع ب 15 درهم و50، قلت صافي ما عنديش مشكل، على درهم ونص غادي نتاخر ونوض نايضه. جبت كذلك كيلو د اللحم، اللحم عامله 100 درهم كيلو. دابا جبت كيلو، بالنسبه للبيبي عامله 35 درهم كيلو. جبت كيلو، والجنيحات 25 درهم الكيلو. جبت كيلو يعني باش انني نوزعهم ونعوضهم وننظمهم على حسب الاكلات اللي غادي يكونوا عندي، على حسب الوجبات، شنو غادي نطيب لهم، شنو غادي نعطي لهم. يعني ضروري خصني ننوع. وشريت الدواره كيلو 35 درهم، لا 30 درهم، 30 درهم الكيلو. حتى هي غادي نغسلها ونقيها حتى الزوج ديالي كيحماق عليها، وتا الوليدات ترجعوا كياكلوها. قلت اري نجيبها لهم هذا الشهر هذا، وكل شهر كيفاش شهر كتكون فيه حاجه وشهر كتكون فيه حاجه. وهذا الشهر مثلا نقدر نكون جبت هادشي الشهر، يعني باقي الحوت هو اللي كنجيبو النهار اللي كنتشهى فيه الحوت، اما هادشي د اللحوم كنشريه بالشهر. نجيب واحد الشهر غادي نفعيط مثلا هاد العلاوه، غادي نجيب مثلا فراقش، نقدر نجيب هذاك الحوت بياض يعني قامبا وديكشي، يعني كل شهر ورزقه. غادي نقيها مزيان البنات هاد الدواره، غادي نعصر عليها الليمون والملح والخل ونغسل ونقي. انا هيدا مسوسه خصني، عرفتوا هادشي باش كنغسلوه راه كندوز فيه 3 4 ساعات عاد الغسيل. والله العظيم حتى ما عرفتش واش هذا وسوسه ولا شنو، كنبقى نغسل في الحاجه ونعاود ونرقد ديكشي ونعاود عادي كنغنشلو في مره ونحيدو. دابا الجداد غادي نقي، دوزت الجداد ساليت مع الجنيحات، نقيتهم غسلتهم مزيان ورقدتهم في الليمون وسكينجبر وشويه د الملح، ونخليهم مرقدين في ديك الماء ود الليمون وديك الخال وديك شي هذاك الحمد لله. والدواره حتى هي عندي هيداك مرقداها بالخل والملح. انا دائما الخل والملح والليمون هادو ضروري كيكونوا عندي، نغسل بهم وكنرقد بهم مزيان، عاد كنشلهم في مره عاود شي 2 تشيلات ولا 3
ديك الساعات كنخليهم يستقطروا ونصطفهم. هنا الجداد حتى هو غادي نعمل له هيدا، كنغسلو مزيان، غادي نقيه. كاين الحاجات غادي نزولهم بالجلده، كاين اللي غادي نخليه بالجلده، يعني كل حاجه كنغسلها مزيان. نغسلهم مزيان، هانتوما تشوفوا معايا كيفاش كنغسلهم، يعني مزيان بالليمون والخل والملح، وفي الاخر كنرقدهم بسكين الجبر والليمون والماء والخل، وكنخليهم مرقدين يعني واحد نص ساعه هيدا ولا اكثر. المهم حتى كنسالي في مره عاد كنشلهم مزيان وكنعملهم يستقطروا. في ديك الساعات كنبدا نقطع فيهم، نبدا نشوف اللي غادي يتحيد طويجنات، اللي غادي يترقد، اللي غادي يتقطع ستيكات، كل حاجه شنو غادي نعمل بها باش كل شيء كيبقى لي منظم. البنات اذا سمعتوا عندي شي صداع ولا شي ضجيج، راه انا في الكوزينه كان البوطه شاعله كتقرقر وانا كنمونطي لكم فيديو. هذا الفيديو هذا كنمونطيه النهار اللي انني كنعدل فيه مطيشه. جبرت رخيصه البنات، ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو الطريقه كيفاش غادي نعمل، شنو الحاجات اللي غادي نعملهم ان شاء الله يا ربي باذن الله. كل حاجه كنعملها نصورها معكم انا ان شاء الله عند الوعد باذن الله، الا اذا عيات ولا وقعت شي حاجه هذا هو اللي كاين. المهم ما علينا، نكملوا الفيديو. كيف ما قلت لكم كنقطع الدجاجه كنفصلها في الاول على بهذه الطرق هادو، كنفصلهم بهذه الطرق باش نغسلها من موراها حتى كنغسلهم مزيان وكنقيهم من كل شيء. عاد كنبدا نفصل في الدجاج ديالي على حسب داكشي اللي غادي نستهلك وعلى حسب داكشي اللي باغا انا نعمل، يعني باش نكونوا عارفين. يعني الجداد في الاول كنغسلو ونقيه عادي بهذه الطريقه، عاد كنبدا نفصل فيه. وراه غسلته في الاول، ماشي غير جيتو هزيتو صافي نزلتو في يدي، لا غسلتو شللتو من ديك الماء اللي كيكون عند موالين الدجاج وداك الشيء عادي. حتى بديت كنقطع وكنشوف كما شفتوا معايا هذه الطريقه. وانا الجداد كامل كنزول له الجلده من غير الفخيطات كيعجبني يبقاو بالجليده ديالهم. اذا بغيت نعمل بهم شي طويجين هيدا ندخلهم للفران، نعدل بهم شي حاجه كيبقاو مزيونين، نحمرهم وكيجيو مزيونين محمرين الفخيطات. اما اخرين هانتوما تشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديو كيفاش قسمتهم، كيفاش عوضتهم، لين كنحتاج كل حاجه تشوفوا الطريقه ديالي علاش لا نشاركها معكم. هانتوما كتشوفوني انايا شبرت مليحه وديت كنفرك بها ديك الجداد باش كنحيد منها ديك الشي ديالها. المهم كاملين البنات تبارك الله عليكم، نتوما كتعرفوا كيفاش تخدموا الجداد وكيفاش تنقيوهم وكيفاش تغسلوهم. غير بغيت نشارك معكم طريقتي تا انا. البنات جدادين اللي باقي عاد بداو الحياه الزوجيه ديالهم وباقي ما كيعرفوش يعدلوا الجداد، اللي كيتعلموا منا حنايا اللي شويش قدامنا ما علينا حنا. هذا هنايا كل هذا كيتعلم من هذا، كنستافدوا من بعضياتنا. حتى حنا كنشوفوا فيديوهات الناس اكثر منا فاهمين علينا، كنديو افكار، كنديو طرق، كنتعلموا. راه كلشي كيتعلم لي في الدنيا كامل كيتعلم، حتى واحد مخلق معلم وتا واحد ما يقول انا معلم. حنا كاملين كنتعلموا وهادشي هو اللي كاين. غادي نغسلو مزيان البنات ونرقدو كيف ما قلت لكم، وعاد غنخليه يستقطر. ودابا هنايا جيت نغسل شويش هاد الدنيا، غادي نغسل بالصابون، غادي نقي شويش باش عاوتاني كنبدا نقطع ونتول داكشي هذا كامل. ديك الساعه نشارك معكم كلشي. هانتوما شفتوا بالنسبه لهاد جوج صدرات البنات حيدتهم ان شاء الله يا ربي. شفتوا الجداد ملي كيترقد بالليمون داكشي كيرجع ابيض يشقشق، عاد كيبردي قلبي. هادو غادي نلويهم بالسلوفان البنات، غادي نخليهم باذن الله نعدل بهم بريوات ان شاء الله رمضان. صراحه انا دابا ما غاديش نعمل حتى حاجه من هادشي هذا حتى نديك نقول لكم 18 شعبان، يعني حتى علينا يخرج الشهر باذن الله. هاد غادي نعمل هاد بريوات، ما خصنيش داكشي اكثر حيت حاليا عندي الخدمه غادي نخرجها هاد السيمانات اللي باقي لي. اذا خصني نحيدها، عاد غادي نجلس نعدل البريوات ونكمل ديك الشغل هذاك باش نكون معكم صريحه. بالنسبه لهنايا غادي نجي نحيد الجداد، كل حاجه غادي نعملوها بلاصتها. اول حاجه بديت بها هي هاد الصديره د الجداد، حيت هما 3 جدادات، جوج صدرات خليتهم بسطيله بريوات ان شاء الله. وهنايا جيت نعمل
هاد الصديره اللي بقات لي غادي نقطعها ست واحده. نحتاج الحشوات، نحتاجها كنجبدها مثلا كنشحرها هيدا، اولا كنعملها في ديك القطيبات وكنشحرها في المقيله كتجي مزيونه البنات بحال اللي شاوياهم. المهم كي تحتاجوا، المهم غنخليها خاص يعني الصدره خاصه داكشي هذاك، كتجيني ساهله مقطعه معدله هيدا. بعض المرات كنشرملها، بعض المرات لا. هاد المره ما شرملتهاش على حسب، نقدر نحتاجها طاكوس، نقدر قلت اري من اديهاشي نخليها كيف ما هي بلا ما نشرملها. صافي غادي نحيد لها ديك العطيم كيف ما كتشوفوا، نقطع ستيتوا على حسب كل واحد. كاينه اللي نص صدره كافيها، كاينه اللي صدره كافيه. نتوما البنات كل واحد كيقسم داكشي على حسب اللي صلاح له، على حسب اللي غادي يقدو مع وليداتو في دارو. انا صدره كافياني مع وليداتي بالنسبه اذا بغيت نعملها في ديك القطيبات غتكون كافياني. هنايا العنيقات ما كنخليهمش بحال هكا، كنقسمهم على جوج. من بعد غادي نقول لكم شنو كنعمل بيهم. يا اما هذا الطهير حتى هو ديال الدجداده حتى هو كنقسمو على النص، ما كيعجبنيش يبقى قد هيداك كبير. تقولوا لي علاش؟ نقول لكم انا ما كنحملش ديك الطرف الدجداد قد هيداك الطرف الدجداده في الماكله. هادو كنعمل بهم راوز، كنعمل بهم مع البطاطا، كنخدر بهم، نقدر نعمل بهم الشعريه بالتعريقه، نقدر يعني كنقطعهم ومن بعد عاد غادي نفرقهم على حسب داكشي اللي صالح لي انا وشنو غادي ينفعني. شفتوا بهذه الطريقه كنقسموا باش ما كيديوش حتى المساحه، وكيجيو حتى في الطياب كيجيو متولين. هنا داك الفخيطات البنات عملت فيهم الخرقم، مثلهم الخرقم، وعملت شويه د الابزار وشويه ديال السكينجبير والملح. يعني هادو كنشرملهم بهذه الطريقه هذه، كنشرملهم مزيان صافي. ملي كيبقاو مشرملين كيجيو بنانين البنات، حسن من انه يبقاو لك بلا تشرميله. صافي بهذه الطريقه منين غادي نجي نطيب اكيد عاود في الطويجينه ولا في هذيك اللي غادي نطيبهم غادي يكون عندي عاوتاني مشارم. يعني نعمل هذاك العطريه اللي ديالي ولا الاقامه ديالي على حسب الماكله اللي غادي نوجد. اكيد غير هذه الترقيده كتجيني ساهله مرقدين هيدا كنجبدو منيشان ديك الوصفه اللي غادي نحتاجو. كيجيو لذاذين، جربوا البنات تبلوهم عاد لهم التتبيله ديالهم عاد طيبوهم كيجيو بنانين. صافي هنا ديت ديك الفخيطات كاملين بهذه الطريقه، غير الفخيطه التحتانيه، اما ديك الفوقانيه كنخليها هذيك نطويجنات مع طويجنات يعني بوحديتو. حتى هادو طويج يعني نقدر نعمل به طويجين، نقدر نعمل ندخلهم في الفران مثلا مع شلاضه الروز. وها انا مغديه وليداتي. هنايا زدت ديك الجنيحات ديك العنيقات وديك الظهر هانتوما تشوفوا حتى هما شرملتهم. غنشرملهم بنفس الطريقه ديك تاع العطريه نيته. البنات انا كنستخدم يدي نقي، كيعجبني نخلط بيدي، ما عنديش مع داك بلعات بروتوكولات وما نعرفش ني ومغرفات لا، يدي نقي الحمد لله. الله يطرحنا البركه في الصحه ديالنا، واليد هو كل شيء. ما ديك بلعات تبع كيك ما عندنا ما نعملوا به. المهم البنات حتى هادو عملت لهم نفس الطريقه، وهذه الطريقه اللي غادي نقسم بها. هذه مثلا بغيت نعمل طويجين غادي نجبدها، يعني طويجين بالخضره. بغيت نعمل الشعريه اولا بغيت نعمل الراوز، بغيت نعمل شي حاجه غادي نجبدها ونعملها ونطيبها. يعني عندي مشربلين حتى هما كيكونوا مشربلين منزلين. ما كنبقاش عاد نفكر في التتبيله ديال الجداد، كيكونوا صافي غير نوزهم ونعملوا في الطويجين وننزل عليهم الخضيره ديالي. والله يطرح البركه البنات. انا كنوريكم عيد الطريقه ديالي، وكل وحده كتعمل داكشي اللي سلكها وداكشي اللي عجبها واللي كيبان لها هي مزيان. حنايا كنشاركوا مع بعضياتنا الطرق، وانا هاد الطرق هادو سنين واعوام انا كنمشي بهم صراحه ومعتمدهم عندي يعني لكل شهر. صافي نتمنى تكونوا فهمتوا طريقتي وبالنسبه لهاد البلاستيكات البنات فنين. بالنسبه للبنات اللي في مسنانه راه كاينين فعند ديك السيد اللي كيبيع داكشي ديال 5 دراهم جهه الطريق ديال الحمام، باش البنات المسنانه يعرفوا فين بالضبط. عنده ب5 دراهم البنات، حاليا جاب 5 دراهم فيها 9 حبه. هنا الجنيحات البنات حتى هما غادي نقسمهم على النص. كيعجبنيش نخليهم هيداك صحاحين كبارين، كيعجبوني هيدا مقسومين في النص. وغادي نشرملهم حتى هما التشرموله ديالهم خاصه، عاد غادي نعملو في البلاستيكه ديالهم. الجنيحات انا كيعجبوني في الفران. منين غادي كنجبدهم عندي متبلين معدلين كنجبدهم كنقطط عليهم بصيله شويه د الربيع
وكنعملوهم في الطاوه ديالي وندخلهم للفران. يا البنات كيجيو رائعين مع السوبه، مع حريره دابا، مع شني اسمها شلاضه الروز، مع البقوله، مع مهم كتنوع بهم. كنحك 2 ضريسات د الثوم، 2 سنيون د الثوم، وغادي نزيد هنايا شويه نعمل لها الابزار كثروا كيجيو حريورين شويه، كيجيو ولذاذين. شويه جد الحار، سكينجبر البنات كثروا الجداد كيبغي سكينجبر صراحه كيلذذهم، والخرقوم اكيد باش يعطي التلوينه. العطريه البنات مطحون على اليد كتكون رائعه صراحه. وشويه د الملاح، وغادي نزيد قزبر يابس. هذا قزبر يابس البنات حتى هو كنعملو. وغادي نزيد شويه فلفل غبره اولا التحميره، حنا كنقولوا فلفل غبره التحميره. ما كنعمل لا زيت لا حتى حاجه في التتبيله البنات. راه التتبيله بغيتيها تدخل لك في شي حاجه بغيتي تشرمله، ما تعملش الزيت، خليها هايداك شرملهم بلا زيت لا حتى حاجه باش كتدخل فيهم تشرموله. ها هي العطري التحميره البنات هي كنضيفها باش كتعطي واحد اللوين مزيون. واذا عندك الخردل، عندك الصوص ديك صلصه الصوجه حتى هي انا متوفرين شي، صافي اكتفيت بهادشي هذا. شويش ديال المعدنوس كيف ما شفتوا، ونفرقهم في بلاستيكه. انا هنايا قسمتها على 2 تقسيمات. القسمه الاولى نتوما تشوفوها، والثانيه حتى غسلت واحد 5 دجاجات جابوهم الزوج ديالي على حسب عنا عرضه ان شاء الله مع خوتو باذن الله يا ربي، وانا اللي تكلفت انني نغسلهم. يعني غسلتهم نقيتهم شرملتهم باش نديهم لوستي ان شاء الله اللي غادي طيب واجدين. هي غير غادي تشرمل باذن الله التشرموله ديال وتنصبهم ان شاء الله. العواشر هادو الانسان يتلاقى مع بعضياته، يتجمع، يضحك، يفوج. الدنيا ماشيه البنات، حاولوا انكم مع عائلات تتلاقاو مع بعضياتكم تفوجوا مره واخا حنا ماشي دائما الظروف ما كتساعدش صراحه، ولكن ما فيها باس اننا نتلاقاو ونبانوا مع بعضياتنا شويه مره نظهروا ونجمعوا ونخويو قلوبنا. هذا هو اللي كاين، هذا هو الفيديو اليوم. كيفاش جاكم؟ نتمنى ينال الاستحسان ديالكم. ها نتوما شفتوني العلاوه قطعتها صغيره، خرجت 2 قسمات. البيبي حتى هي، واللحيمه نص كيلو. والله يطرح لي البركه في التقضيه ديالي، وتنتوما الله يطرح لكم البركه ويعطيكم الجهد والصحه والسلامه باش انكم تكونوا بالديور ديالكم بوليداتكم ان شاء الله. هنايا ساليت صافي وضربت لك واحد الغسلان كلشي بالليخيه والصابون باش تمشي ديك الزفره ديال الجده ديال البنات وتحيد ديك الروينه ديال الجداد باذن الله. وصافي نقيو الديور ديالنا. وهذا هو اللي كاين. نتمنى الفيديو يكون نال الاستحسان ديالكم ويعجبكم. ما تنسونيش ملي لايك البنات وبارطاج والتعليق ديالكم الفن. اكيد ملي كتعملوا لايك البنات راه الفيديو كيطلع من بنات اخرين. ما تنسونيش، انا عارفاكم كتفرجوا كتنساو اللايك البنات كنساو. نتمنى ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم فيديو. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، نتلاقاو في فيديو فيه عاوتاني تحضيرات اخرى، تجهيزات اخرى ان شاء الله يا ربي. ومع السلامه.